مع بداية مباريات دوري المجموعات الأهلي بيفوز على استاد أبيجان بنتيجة 4-2. هدفين لكهربا، هدف حسين الشحات وهدف مجدي قفشة. آه، مباراة شوطها الأولاني 3-0 مع 3 4 فرص تانيين ضايعين. مش 3 4 فرص، ده 3 4 تجوال ضايعين. وطبعا في عدم وجود الفار، ودي انا بجد 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 يعني نقطة استفهام وعلامة استفهام من ساعة ما موضوع الفار ده بدأ. بجد يعني النهارده كور اتحسبت على الاهلي ملهاش اي علاقة بالاوفسايد بمنتهى الصراحة، وضربة جزاء في الاول لاكرم ما اتحسبتش. المهم ان الاهلي فاز 4-2. الشوط الاولاني 3-0، اللعيبة خلاص فازت 3. كرة مرتدة ملهاش طعم وملهاش معنى وملهاش اي ملامح. عدم تمركز صح من لعيبه الاهلي المدافعين. الكره اتلعبت بالهيد ووصلت للمهاجم ودخلها. والشناوي ما كانش متوقعها اصلا، يعني تقريبا كمان الشناوي ما كانش متوقع ان الكره دي هتعدي. فهدف دخل ملوش اي طعم بصراحه. الشوط الاولاني يخلص 3-1. الشوط الثاني الاهلي بينزل ضاغط زي عادته في كل الماتشات. اول 4 دقايق الهدف الرابع توقيع كهربا من اوفر جامد بصراحه، ويعني بالمقاس زي ما بيقولوا كده من خالد عبد الفتاح اللي كان نجم النهارده بصراحه. يعني النهارده بصراحه كان نجم بجد من نجوم المباراه في النادي الاهلي. بالمقاس على لكهربا، وكهربا ما صدق بالرغم ان كهربا مضيع جونين تانيين، يعني كورتين تانيين وكام فرصه بس المهم هدف رابع. بعد كده بقى الاهلي تراخى تماما. كرة ركنية ملهاش معنى اتلعبت. المفروض ان بعد الكرة ما يتلعب اللعيبة كلها بتطلع، المدافعين بيطلعوا، واللي هو بقى اللعيبة اللي واقفة على الخط بتطلع. لا، اللعيبة كلها فضلت واقفة عاملين زي ما يكونوا كانوا متبنجين متخدرين، ما مش فاهم بصراحة الكرة ديت. واتلعبت وصلت للراجل لعبها وجت قدام على خط على جوه خط الستة بالكعب. المهاجم بيدخل الهدف الثاني، وبرضه عدم توقع من الشناوي لان الكرة جاية من جنب رجله الشمال. في النهاية الماتش خلص 4-2. طاهر محمد طاهر النهارده كان بجد من نجوم المباراة. يحسب لمارسيل كولر اشراكه لمجدي قفشة من اول المباراة، وكان من نجوم النهارده المباراة برضو بجانب كهربا باستثناء الكور الضايعة، ولكن عودة لكهربا. برضو ان هو شارك، خلى كريم الدبيس يلعب، دي خطوة جامدة بالرغم ان هو ما خدش فرصة جامدة. الساعي بالرغم ان هو مندفع قوي وشكله عصبي قوي وعاوز يثبت حاجات كتيرة قوي لمارسيل كولر ولنفسه، ولكن عايز يهدى. يعني الساعي لعيب كويس وشفناه في المنتخب الاولمبي لعيب ممتاز، ولكن العصبية واللي هو عايز يثبت انه لعيب جامد وان هو قد المسؤولية والكلام ده كله مخليه تقريبا مستعجل. اول ما نزل كورة ملهاش لازمة خد فيها انذار، يعني كورة ملهاش اي لازمة خالص، يعني كورة عالية وبعيدة عنك. الدخلة اللي بالرجل دي بصراحة ملهاش معنى. ولكن في النهاية لعيبة الاهلي في شوية منهم لسه التركيز بتاعهم بيضيع وبيروح بعد ما الاهلي بيضمن المباراة بأمانة يعني. المباراة الجاية ان شاء الله يبقى الاداء احسن. ممكن الماتش دوت كان سبب في اللي حصل في ماتش الاتحاد. اللعيبه كانت النهارده عايزه تعوض الجماهير على اللي حصل، والتعادل مع الاتحاد السكندري في الدوري. الحمد لله النتيجه خلصت 4-2، اول 3 نقط في المجموعه. و... وان شاء الله ان شاء الله الاهلي لما يرجع، لان الاهلي هيبقى عنده مباريات في بطوله الانتر كونتيننتال ان شاء الله، وبعدين هيرجع بطولة أفريقيا والدوري المحلي. ألف مبروك الأهلوية وألف مبروك أول 3 نقط لجماهير الأهلي. ويا ريت اللعيبة تركز شوية، المباريات الجاية مش محتاجة ومش طالبة أي غلطة من أي حد بمنتهى الصراحة. احنا خسرنا ماتش الاتحاد بسبب عدم تركيز، بسبب ثقة زيادة. النهاردة الحمد لله
ولكن الماتشات الجايه بجد مش هتبقى مش مستحمله اي حاجه، سواء في الدوري او بطوله افريقيا، او المباراه اللي هتبقى ان شاء الله في بطوله الانتر كونتيننتال مع الفايز من بطل امريكا الشماليه وبطل امريكا الجنوبيه. مبروك يا اهلاويه، تصبحوا على الف الف خير.